أخبار الأهلي. تفاؤل في الأهلي بلحاق حسين الشحات بأول مباريات الفريق بعد التوقف الدولي القادم أمام شبيبة القبائل الجزائري أو المباراة التي تليها على أقصى تقدير في ظل التطور الملحوظ في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب حاليا. أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة يشيد بمحمود عاشور حكم الفار ومحمود البنا حكم الساحة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ويتفق معهم تماما في قرارهم بعدم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في لقطة ياسين مرعي وكوكا. الأهلي يخوض مرانه الأول في أبو ظبي في الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات اليوم، ويستر بيخطط لتدريب لاعبي الفريق على استغلال أنصاف المساحات للوصول لمرمى الخصوم في ظل التكتل الدفاعي الذي لعب به الأبيض أمام بيراميدز ونجح من خلاله في التعادل، والذهاب لركلات الترجيح التي منحته بطاقة التأهل. يستر المدير الفني للأهلي يشيد بالتزام اللاعبين الشديد بالتعليمات أمام سيراميكا كليوباترا والتطور الملحوظ في الضغط على المنافس واستعادة الكرة سريعا، ويؤكد لهم على ضرورة استمرار هذه الروح والتركيز في النهائي للعودة للقاهرة